نحاول نختصر الموضوع. نهار 25 في شهر 9 الطلبه ديال الطب اللي في الرباط قرروا يديروا اعتصام امام كليه الطب والصيدله اللي كاين في الرباط. بزاف منكم طلبوا لي باش نهضر على الاضراب اللي دايرينه الاطباء في المغرب والروينه اللي ناضت ما بين البوليس والطلبه ديال الطب. في الاول تاينا كنت بحالكم، فيديوهات طلعوا لي في مواقع التواصل الاجتماعي، قلت مع راسي تا اش طاري في بلادي. ساعات من بعد العشرات ديال لي ميساج مواقع التواصل ديالي والمضمون واحد. علاش ما هضرتيش شيرين؟ هضر على الطلبه ديال الطب اللي تياكلوا العصا في المظاهرات. اخويا راه اعتقلوني وخرجت، ولكن عندي المحاكمه من هنا السيمانه وانا غمضت عيني وحلمت راسي طالب ديال الطب. حلمي كبير، باغي نكون طبيب في المستقبل. بلادي الحبيبه نداوي ولاد بلادي. واحد شويه هذا الحلم ولا كوشمار. بوليسي هز عصايه وتيكشمط فيا. كنت مخلوع وحبت نشرح للمغاربه اش واقع. اش تما المغاربه. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما المطالب ديال الطلبه ديال الطب وعلاش الوزاره اتخذت هذه القرارات وشنو التبريرات اللي كيعطيو وشنو وقع في 25 و 26 في هذا الشهر. الطلبه ديال الطب اللي داروا مظاهرات، كيفاش الموضوع ولا عالمي، حتى صحف عالميه بحال لومون ولا جون افريك تكتب عليه. دير لك شي قهوه ولا اتاي ونشرح لك كلشي بالتفصيل. المشكل اللي واقع ما بين الطلبه ديال الطب والوزاره راجع لسنين هذه. من نهار وزاره الصحه تاخذ واحد القرار مفاجئ يقولوا فيه ان خصنا نقلصوا عدد سنوات ديال الطب من 7 سنين ل 6 سنين. الاساتذه والتلاميذ بحال ضربتيهم طرشه. كيفاش 7 سنين نقريوها في 6 سنين؟ التبريرات اللي عطاتها وزاره الصحه هي كالتالي: اولا سنه 7 ماشي مهمه بزاف، ثانيا ان خصص بزاف في الاطباء في المغرب، حيت بزاف ديال الاطباء تيساليو قرايتهم تيمشيو يخدموا في اوروبا سواء في المانيا سواء في فرنسا، وهكا الا قلصنا لهم عدد السنوات يمكن لهمش يديروا ليكيفالون. حتى الان نقدروا نتفاهموا هادشي، ولكن واش هادشي بصح؟ ولكن في الحقيقه السنه السابعه ضروريه بزاف. الطلبه الاطباء تيديروا فيها 700 ساعه ديال السطاج، سواء في الطبيب ديال الحمى سواء في المناطق النائيه، تيكون عندهم واحد لونكادرون، ولكن تنديروا تقريبا كلشي. ولكن ب 6 سنين الطلبه الاطباء تيقول لك ما كافياش، طلعوا اطباء فاشلين وغادي نبقاو نكزروا في عباد الله، في الاخر المواطنين يتشكاو. اما بالنسبه للتبرير الثاني اللي عطيها الوزاره باش زعما الطلبه ديال الطب ما يمشيوش يكملوا قرايتهم برا يديروا ليكيفالونس ويخدموا في بلاد الغير الوغ كو حنا مخلصين عليكم، حتى هو غلط. علاش دينا ليكزومبل ديال المانيا مثلا؟ ما تيسولوكش على السنه، تيسولوك غير على لي موديول اللي قاري، بامكانك تكمل لي موديول تما وتخدم في المانيا. اما بالنسبه لفرنسا فيمكن لك تمشي ليها من السنه الثالثه ميديسين في المغرب، وهذا غير مشكل واحد من المشاكل بزاف اللي تعانيوا منهم طلبه الطب مع الوزاره. حاولوا يجلسوا معهم مرارا وتكرارا طويله باش يناقشوا هذه المواضيع ويلقاو معهم شي حل وسط، ولكن قال لك الوزاره ما عمرها ما بغات تجلس، وهذا الشيء اللي خرجوا لا يناقش. ولكن اجي بعدا شنو هي المشاكل الاخرى اللي كيعانيوا منها الطلبه ديال الطب؟ غير بشويه عليكم غادي نشرح لكم كل شيء بدقه بدقه، انتم ركزوا معايا. والمشكل الثاني هو الاكتظاظ الكبير لي زونفي وفي لي سي اش يو، حيت كل عام وزاره الصحه كتزيد اكثر من 20% ديال المقاعد. والتبرير ديال وزاره الصحه كما قلت لكم سابقا خاصه في الاطباء خاصه في المنظومه الصحيه، والطلبه ديال الطب تعانيوا من هذا الشيء. حيت كاين في سي اش يو تلقى 27 انترن على باسيون واحد، ولي زونكادرون تيطلبوا منهم يديروا تيراج او سور باش الطبيب اونكادرون يشرح غير ثلاثه وهذوك الثلاثه يصرحوا ل 27. المهم الروينه نايضه صافي. المشكل الثالث انا بزاف ديال المدن المغربيه ما فيهم السي اش يو، دونك الطالب ديال الطب ما عنده فين يتعلم داكشي اللي كيقرا في لا فاكولتي ديالو، وهذا المشكل تيعانيو منه بزاف ديال المدن بحال بني ملال، الرشيديه، العيون، اكادير، وزيد. اما المشكل الثالث فهي الاستحقاقات الضئيله ولا من الاخر عمر تيقيسها الطالب من السنه الثالثه حتى السنه السابعه، سمحوا لي حتى السنه السادسه، اللي هي 20 درهم يوميا، اللي كتجي واحد 600 وكذا في الشهر. ترى بيناتنا قليله بزاف بالنسبه للعمل اللي تيعملوا والمجهود اللي كيبذلوا. ترى 10 شهور والطلبه ديال الطب تيحاولوا يلقاو حل مع الوزاره ما كايناش هنا. الطلبه ديال الطب نيرفاو طلع لهم الخز للراس وملوا وقالوا علاش ما نديروش الاضرابات حقي، وتيقول لك ما ضاع حق وراءه طالب. ولكن حمزه شنو شفنا بدوك الفيديوهات اللي خرجوا في الانترنت؟ البوليس تيضربوا تيشدوا في طلبه ديال الطب. نهار 25 و 26 في هذا الشهر طلبه ديال الطب في عده مدن مغربيه منهم الرباط، كازا، مراكش، اكادير، فاس وعده مدن في المغرب قرروا يديروا اعتصام قدام لي فاكولتي ديالهم بطريقه سلميه، وكان واحد التطويق امني بحال ديما. لكن في الرباط وقعوا شي حوايج ما يطيحوا لكمش على البال. في الرباط كلشي بادي مزيان حتى واحد شويه طلبه ديال الطب مشاو حدا البرلمان وبداو تيطالبوا بحقوقهم، هما البوليس خرجوا على السيطره، بدا تدافع بيناتهم، شي بوليس بداو تيضربوا طلبه ديال الطب، الاعتقالات بالعشرات لدرجه انهم كانوا اصابات، ولكن الحمد لله خرجت طفيفه بلا الاستدعاءات في المحكمه ديال 34 واحد تهمه التجمهر والعصيان. من هذا الفيديو ما بغيتش نلوم هذاك البوليسي الصغير اللي جايينو اوامر من الفوق، ولكن خاصنا التفاته خاصه للامن الصحي اللي قائم على الاطباء بشكل اساسي في بلادنا، وهو واحد من الاعمده الاساسيه لاستقرار بلادنا الحبيب، ولازم يتعطى لهم التبجيل اللي كيستحقوا، حيت الا ضمننا هذا الامن بلادنا غادي تزيد لقدام. ودابا بغيت المغاربه كاملين يشاركونا في هذا الموضوع. اما واحد الطلبه ديال الطب نطلب منهم الا كان عندكم ميساج واحد توصلوه للوزاره غادي يكون، ما تنساش تلايكي تكومونتي وتبارطاجي لا فيديو باش تلقى اهتمام كبير. اما الا وصلتي لهنا ما عليك غير لا تصلي على النبي، اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين ودمتم في رعايه الرحمن.